عشاق البسبوسة اليوم جبتها لكم بذوق الشوكولاتة، روعة تاع الروعات، بنينة خفيفة سهلة التحضير وبمقادير مضبوطة. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات مطبخ وئام. نورتوا لي قناة ونورت لكم دياركم باذن الله. بسبوسة تاع اليوم علامة، لا ما جربتيهاش ما جربتي والو. صلي وسلمي على سيدنا وحبيبنا محمد وعليه افضل الصلاة والسلام. ويلا مع بعض شوفوا المكونات وطريقة التحضير. بسم الله الاولى نبداو بالسيرو. انا درت السيرو كميه كبيره، انتي تبغي ديري غير كاس السكر ديري غير كاس. درت سكر بني كاس ونص سكر، طرونشه صغير هكا تاع ليمون، راكم تشوفوا قد ربع، كانت حبه كبيره درت ربع. 3 كيسان تاع ما، نديروهم يغلو فوق النار، نحسبوهم مده 12 دقيقه حتى ل 13 ونطفوا عليها. كي نطفوا عليها هذيك السيرو تاعنا، انا غادي نضيف له واحد اللمسه مغرفه صغيره تاع نيسكافي. هنا السيرو راه طايب وراه حامي، يعطي واحد البنه هذيك تاع المروريه تاع نيسكافي، بنه القهوه ولا اروع. هذه لمسه اختياريه، تجمي ديريها تجمي ما ديريهاش. نخلو السيرو تاعنا على جهه ونفوتو نحضروا عجينه البسبوسه. كما تعرفوا دائما اللي يكون السيرو حامي ولا السيرو بارد والبسبوسه حاميه، ما يكونش السيرو حامي والبسبوسه بارده. غادي نحتاجو 3 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه. عندي هنا كاس، نص كاس تاع سكر. اللي تبغي الحلاوه زايده، انا نبغي شويه الحلاوه ناقصه، غادي نسقوها بالسيرو. اللي تبغي الحلاوه زايده غادي دير كاس الا ربع سكر، ما ديروش كاس كومبلي. هذاك الكاس خلو قد 2 صباعات بالكاس هذا تاع ام وليد اللي عبرت به. نضربوا كلشي بالباطير حتى واحد 3 دقائق برك، ماشي بزاف، باه يولي الخليط شويه ريح للبياض. نزيدو ثاني كاس الا ربع تاع زيت، نديروه على دفعات ونخلطو بالباطير. هذه الطريقه تنجموا ديروها غير بالفوي، ما تحتاجوش الباطير، انا نبغيت باش بالخف يساعدني الباطير. هذه هي. نزيدو ثاني كاس الا ربع تاع حليب، يكون بدرجه حراره الغرفه، زعما الا كان عندك في الجدار جبديه دفيه غير شويه وديريه معاه. بعد ما خلطنا هذوك المكونات السائله، غادي نفوتوا له الكاكاو. عندي 2 مغارف تاع كاكاو نوعيه شابه، هنا نقول ونأكد، لا كان داك الكاكاو اللي فيه دوك الحبيبات تاع الرمله غادي يجيك الكو تاعها كاع ماشي شباب، ميم فيها كيقعد كرمله تزغز في سنيك. نخلطوا ثاني بالباتور الكاكاو شويه، كما عارفين هي غبن. الكاكاو انا كنت غربلتها قبل والنوعيه تاعه شابه، نعاود نقول لكم النوعيه تاعه شابه، واحد الريحه تخرج هكا وانا نخلط، روعه، ريحه الكاكاو الفري، ريحه الشوكولا. هذه بعد ما خلطنا نفوتوا المكونات الجافه. اش غادي نديرو؟ عندي السميد، ما غاديش نديرها بالسميد رقيق، سميد متوسط. عندي كاس تاع سميد متوسط ونص، كاس ونص. اللي تبغي ديرها بالسميد رقيق دير نص كاس سميد رقيق والكاس تاع السميد المتوسط. هذه هي. داك السميد راكم تشوفوا فوقه حاجه بيضاء، اللي درت فوقه رشه تاع ملح، كاس درت فوقه رشه تاع ملح. غادي نديرها على دفعات، ونص كاس الزواج كملت الباقيه بالفرينه. معناتها كاس تاع سميد متوسط ونص تاني كاس تاع سميد متوسط فوقه 2 مغارف كبار تاع فرينه. صاي نخلطوا بشويه حتى نتحصلوا على خليط ثقيل. الكوشه ولا الفرن حبيبتي ما تنسيش تشعليها قبل ما تبداي طيبي البسبوسه. شعليها في النار قليله وخليها تحمى في غردها. غادي التخلط تاع البسبوسه يدي منك ما با 5 دقائق، 5 دقائق وتكوني خلطتيها ودرتيها طيب. هذه هي. نضيفوا كميه الباقيه. بالنسبه لخميره الحلوى غادي نحتاجو 15 غرام، كما عارفين النواره فيها 10 غرامات في الكيس، تما غادي ندي كيس ونص. دي كيس ونص خميرة الحلوى، ولا فرفارة ولا ريفير شيميك ولا بيكنج باودر ولا كيف بغيتو سموها ولا الطلاعة ولا مهم عرفتوهاش دير. هذه هي الاليفير شيميك، دائما ما تنساوش تغربلوها، خاصة اللي تكون تشري تاع الشهر كيما انا نشري تاع الشهر. كي نحسها جديده في يومين ولا 3 نخدم بها ما نغربلهاش، بصح كي نشوفها طولت عندي شدت لي اخر الشهر نغربلها بما ديرليش هذوك الكويرات. ايفيتي كاع هذوك الكويرات. شوفوا النص الزاوج شعل فيه مغرف صغيره معمره، نغربلوها تاني ونخلطو. هذا هو الخليط تاع البسبوسه تاعنا واجد. كاين اسهل من هذا؟ مكاش اسهل من هذا، ساهل ماهل. نديرو داك الجام الشباب، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس لا عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ما تنساوناش ديروا التعليق، عاودوا ديروا التعليق، تعليق محفز لسيت الوصفه وعجبتها، باش اللي شاف الوصفه تاني يجربها ويدير لنا رايه فيها. هذه هي. نخلطوا مليح. انا علاش نخلطوا مليح؟ واحد دقيقه باه تشوفوا تشوفوا داك السميد بدا يشرب في المكونات. لولا يجيكم الخليط خفيف بصح وانتم تخلطوا هذاك السميد يبدا يشرب الخليط، يولي ثقيل، يولي داك هو ماشي ثقيل كاع، ثقيل بزاف كما راكم تشوفوا. داك هو. غادي نجيبوا الصينيه اللي غادي نديروا فيها. انا درت في تاع البلا تاع كلانتيك هذا شويه ملايم صغير على حسب 3 حبات بيض. اللي تكبري ديري بحبات بيض ديري بلا شويه كبير. هذا هي. البلا هذا يكون فيه 26 على 20 صغير. دهنت هذاك البلا غير بالدهان
ما راكش تهلب فرينه لا والو، غير دهنتها، هي ما غاديش تلصقش، غادي تشربيها. بصح أنا نوالف ندهن البلاق قبل ما نطيب فيه. نكبو هذاك الخليط نسقمولو الوجه تاعه ونديروه في الكوشه يطيب من التحت. كي تشوفوا الحوايج هكا صافي تشوفوها نشفت وانتفخت، شعلوا ليها من الفوق غير 2 دقايق هكا تنشف من الفوق. هي بالخوف طيب من خفيفه، تديكم يا ربي 20 دقيقه. شوفوا هنا نقسموها قبل ما نشربوها. المرحله النهائيه ماشي النهائيه، قبل النهائيه نشربوها بالسيرو، ومع التليقه غادي نزينوها بالشوكولا. هنا بالنسبه للسيرو نقول لكم كاين اللي باغي البسبوسه بزاف بزاف مشربه كيما انا نبغيها مشربه كما تسيبون تزيد. وكاين اللي يبغي هادو الحلويات هادو الكاطويات شويه، البسبوسه يبغيها شويه وشاده روحها ماشي مشربه بزاف. كل واحد وكيما يبغي. هذه هي. عندنا التشراب بالسيرو كم تشوفوا صنعنا 3 كيسان تاع ما، غادي يقعد هو 3 كيسان، لا ينقص يدير يولي 2 كيسان والكاس الثالث الى ربع. هنا اللي متبغيهاش بزاف مشربه توخر كاس ونص تاع السيرو على جهه وتشرب باه تكون عينها هي ميزانها. واللي تبغيها بزاف مشربه دير 2 كيسان الى 2 كيسان ونص وتشربوها على دفعات. شربوا الاولى خلوها تشرب وزيدوا شربوا الزوجه. هذه هي. قلت لكم يبقى تشرب اختيارك، على حسب ما تبغيها شربيها حبيبتي. هنا بعد ما نشربوا البسبوسه نخلوها تريح على الاقل لمده ساعه باش نفوتوا لاخر مرحله تاع التزيين، هي اللي ديروها بشوكولاته من الفوق، سواء شوكولاته تاع الطلي ولا الشوكولاته اللي نخدموها بالميكسر. شوفوا انا هنا خليتها حتى شربت غايه وزدت شربتها، تجي خفيفه بالبزاف. وكل واحد يبقى الاختيار تاعه. اللي عنده قوالب فرديه تنجموا ديروها في قوالب فرديه، هذوك اللي مول اللي يدخلوا الفور تاني تجي علامه. هنا بالنسبه للوجه تاع الطيله درت نص كاس، ماشي نص كاس، كاس الا ربع تاع حليب، درت كاس الا ربع تاع زيت، كاس الا ربع تاع كاكاو، وكاس الا ربع تاع سكر، خلطتهم غايه بالميكسور. كي تخلطوا ولاو الشكل تاعهم كريمي، ذوبت 80 غرام تاع شوكولا بالحليب، ماشي بالحليب عفوا، شوكولا نوار تاع مينا، وخلطتها معاها. وديك الشوكولا كي ذوبتها خيتها شويه بردت باه ما تضيعليش الخليط، وخلطها تجي فيها بواحد البنه ولا اروع. هايله بعد ما شربت هذيك الخليط تاع الشوكولا تجي مشربه بنينه، تجي علامه. اللي عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوناش الاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره شفتوا الوصفه، ولا لو كنتوا اول مره شفتوا القناه ومرحبا بكم عندي. نقسم معكم طرف ونشوفوا معكم القوام تاعها كي داير من الداخل. شوفوا تجي مشربه بزاف في هذيك الخليط تاع بنه نيسكافيه مع بنه شوكولا ولا اروع ولا اروع. كانت هذه الوصفه تاعنا نهار اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. ونقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى وصفه اخرى باذن الله.